بابورلاند نزلت جبنه جديده اسمها جولد، ودي حاجه طازه فريشه. هو يعني ايه يكون في علبه جبنه مع العامل وكمان المعلم وكمان المدرس ومع كل حد؟ علبه جبنه اثرت في ناس كتيره، من اول ما جربوها استمروا عليها. بابورلاند مش عارف ايه حكايتها. هو ليه صحيح يا باشمهندس يكون في علبه جبنه متوفره في كل مكان، في كل سوبر ماركت، وكمان في كل بيت، واي حد مع الفقير ومع الغني مع كله؟ اشمعنى؟ طبعا عبور طعم، جوده، ثقه، خامات عاليه جدا. حضرتك لو بصيت على المنتجات اللي عندنا، كل الاصناف، كل الاطعم موجوده، كل الفئات موجوده. يعني انت عندك علبه الجبنه بتبدا عندنا من اول 11 جنيه لحد 80 جنيه. بسم الله ما شاء الله، من اول 11. من اول 11 جنيه. وانت عندك كام صنف اصلا؟ كام 12 صنف في عبور لاند. 12 صنف؟ 12 صنف. انا وصل لي 5 طبعا عندنا ده منتج اسمه جولد. ده جبنه طبيعي. جبنه طبيعي 100%. بسم الله ما شاء الله. عبور مش بس الطعم الاصلي لكنها اختيار الشعب المصري. يعني حاجه جميله قوي خطفتنا قوي. طبعا حضرتك عارف لما يعني خلاص بالنسبه لعبورلاند ان هي خلاص عشان تيجي مؤتمر او تيجي تشارك مع جامعه بنها حاجه، لازم طبعا بيبقى فيه جيفت كده بسيطه لازم توصل للطالب. ايوه طبعا الطلبه عدد كبير هنا وطبعا يعني ما شاء الله لازم يكونوا كلهم حاضرين معانا، فلازم نديهم جيفت بسيطه كده، علبه عصير وعلبه جبنه كده، باقي البقسماط يا اما الله ينور بجد. لا برافو جدا، واحنا بنحييكم. وبجد عبورلاند هي حاجه مشرفه جدا. وتسمح لنا بقى نقول جبنه عبورلاند 100. لا جبنه عبورلاند 100. احنا ممكن بقى نقول ان عبورلاند مش بس الطعم الاصلي لكنها اختيار الشعب المصري. سلام.